السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ايه رأيكم النهاردة لو نعمل حاجة حلوة؟ بتتباع بره بأسعار غالية جدا جدا، ولكن احنا النهاردة هنعملها بطريقة حلوة وطريقة اقتصادية وسهلة، تقدر انك تعمليها في البيت بكل سهولة. هنعمل النهاردة الجلاش بحشوة الفستق الكداب. الفستق الكداب ده احنا عملناه قبل كده في فيديو، هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف عشان تقدري توصلي له بكل سهولة. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفيني أنا اسمي أميرة ودي قناتي صنع في المطبخ. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك. ويلا نقول بقى بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. أول حاجة هنجهزها هي السمنة أو المادة الدهنية اللي هنشتغل بيها. أنا هنا استخدمت يعني نص كوباية من السمنة البلدي. هي طبعا الطاسة صغنونة قوي فباين إن هي كمية كبيرة، لكن هما يدوبك نص كوباية. تمام. تاني حاجة هنحضرها الصينية اللي هنعمل فيها، وهندي الصينية بتاعتنا بقى دهنة حلوة كده معتبرة من السمنة البلدي اللي عندنا. طيب، ايه بديل السمنة البلدي لو ما عنديش؟ تقدري تستخدمي الزبدة مع الزيت، لكن الزيت لوحده مش هيخلي الطعم حلو. ولما تستخدمي زيت استخدمي زيت من غير ريحة، يعني زيت عباد شمس او زيت ذرة، عشان يديكي قرمشة حلوة جدا جدا ليه. تاني حاجة هنحضرها معانا وهي الجلاش. انا هنا هستخدم نص كيلو من الجلاش. تمام. بس هفرده كده على صينية وهغطيه بفوطة عادية، يعني فوطة مطبخ عادية مش مبلولة ولا حاجة. ولكن انا هغطيه بفوطة علشان ما ينشفش مني، لان الجلاش لو سبتيه متعرض للهواء هينشف منك. فخلي بالك من الموضوع ده عشان وانتي شغالة ما تلاقيهوش نشف واطرافه نشفت واتكسرت معاكي. فهنغطيه وناخد واحدة واحدة نشتغل بيها. هنجيب بقى اول ورقة جلاش عندنا هنا ونبتدي ندهنها بالمادة الدهنية اللي عندك ايا كانت بقى، زبدة، زيت. تمام. ده بقى الفستق الكداب اللي احنا حضرناه مع بعض، اللي ينفع للحشوة. تمام. هنحضر كمان هنحتاج اي عصاية عندك، ممكن عصاية شيش طاووق كبيرة، ولكن انا هنا لقيتها بصراحة هتبقى رفيعة على الورقة وانا مش عايزة اقص الورقة، انا عايزة اعمل الورقة بطولها. فانا هنا كان عندي عصايه كده والله ما اعرف كانت بتاعت ايه، المهم ان هي طويله وتفي بالغرض يعني، فانت استخدمي اي حاجه طويله عندك تفي بالغرض، انك تكون عصايه كده تقدري تلفي عليها، بس ما تكونش عصايه تخينه. تمام، تكون عصايه رفيعه. هنبتدي ندهن بقى الورقه اللي عندنا كده بالسمنه كويس قوي قوي قوي. خلاص هنديها تطبيقة كده حلوة علشان يعني تسهل علينا موضوع واحنا بنتني الورقة مش اكتر يعني. انا بتني بس ربعها كده علشان لما اجي احط العصاية اللي انا هلف عليها تبقى تتلف بسهولة. تمام. هنبتدي نلف كده وهنيجي عند نص الورقة ونبتدي نقف. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى الفستق اللي عندنا او الفستق الكداب يعني. طبعا لو عندك فستق حقيقي يعني يا محلاها، دي تبقى وصفة روعة مية مية وبتتباع بره غالية جدا جدا. لكن احنا هنعملها يعني علشان نفرح اولادنا بحاجة بسيطة ولذيذة وفي نفس الوقت جميلة. هنبتدي نرش بقى كويس قوي على الأطراف هنا. ليه برش على الأطراف بس؟ علشان لما اجي ألف الورقة للآخر يدي الشكل اللون الأخضر، يبقى هو اللي ظاهر وأنا بلف على الورقة. تمام. لو في أي سودانية كده لقيتيها خشنة شيليها، لأن دي هتجرح لك الورقة وتقطع لك الورقة وانتي بتلفي. تمام. هنجيب بقى الصينية اللي هنعمل فيها ونبتدي نحطها قدامنا كده، ونبتدي بقى نلم شوية الفستق اللي واقع ده. طبعا هنستخدمه تاني مش هنرميه، احنا بنشتغل على سطح نظيف فمش هنرمي حاجة من الفستق بتاعنا يعني. كداب. هنبتدي نلفها كده شوية، واول لما نوصل بقى للاخر كده نبتدي نكشكشها كده حاجة بسيطة، وبعدين بايدينا كده هنبتدي نشدها هتلاقيها تطلع معاكي من العصاية بكل سهولة. وهنمسكها بايدينا كده وهنبتدي نحطها في الصينية بتاعتنا والفتحة بتاعتها تكون لتحت، ونلم برضو باقي الفستق اللي واقع ده. ما ترميش حاجة انا بقولك اهو. هتبقى بالمنظر الجميل ده وهنحطها في الصينية بالشكل ده.
سهلة جدا جدا ومش هتاخد وقت منك خالص. ما تقوليش بقى انتي مش فاضية بقى في رمضان ومش هتقدري تعملي كل ده وعندك عبادات وعندك صلاة تراويح أولى بالوقت ده. هقولك ان انتي كده على فكرة ممكن تستغلي وقتك ده وانتي بتعملي صينية الجلاش الحلوة دي بعبادة اسمها عبادة الذكر. العبادة دي ربنا يخصها بالأجر الكبير. ربنا ذكرهم سبحانه وتعالى في الآية القرآنية اللي بتقول والذاكرين لله كثيرا والذاكرات. يعني ايه؟ يعني وانتي مثلا واقفه تغسلي المواعين، واقفه بتعملي بتسخني الاكل، بتحضري الغدا، بتحضري الفطار، بتعملي صينيه جلاش حلوه زي اللي انتي بتعمليها دي، هتقدري تستخدمي عبادة الذكر دي. وأفضل طبعا الذكر هو لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده حاجة جميلة جدا جدا تقدري تعمليها وانتي بتعملي شغل البيت. وطبعا انتي ما تقدريش مثلا تصلي طول الوقت ولا تقدري تصومي طول الوقت. ده علشان أشغالك اللي وراكي تعمليها، عندك أعمال منزلية، عندك أشغال، عندك أولاد، عندك شغل، عندك حاجات كتيرة تعمليها. ولكن الحاجة اللي ممكن تعمليها وانتي بتعملي الأكل هي إنك تكوني من الذاكرات. اللهم ربنا يا رب اجعلنا وإياكم من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. علشان كده ممكن وانتي شغالة تقعدي بقى تقولي لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهتاخدي حسنات حسنات مضاعفة مضاعفة إن شاء الله بإذن الله. تقدري كمان تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، تقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طول ما انت قاعدة كده هتلاقي نفسك خلصتي، عملتي حاجة حلوة لأولادك ياكلوها وجديدة، شكلها جديد وحلو أحسن من صينية الجلاش العادية دي اللي بتتعمل كل مرة هي. لا، نغير لهم وفي نفس الوقت نستفيد بالوقت. هي ممكن تكون بتاخد وقت منك شوية، لكن هتستغل الوقت في عبادة جميلة جدا جدا وحلوة جدا جدا. شفتي بقى عبال ما اتكلمنا كنا خلصنا كام واحدة؟ هتخلص معاكي بسرعة. برضو هتمسكيها بايديكي كده. تعالوا بقى نكمل، احنا كنا بنقول هنعمل ايه. هتمسكي بقى الجلاشة الحلوة دي بايديكي كده وتبتدي تفرديها في الصينية بتاعتك لحد لما تاخد مقاس الصينية. ونكمل بقى باقي الجلاش بتاعنا بالطريقة دي. خلاص يا بنات خلصنا. انا طبعا الفستق اللي معايا خلص، وطبعا ايه يعني ما كمليش بقيه الصينيه، فيعني معلش مش مشكله، الفستق غالي بقى اليومين دول، معلش هنمشيها كده كل واحد ياخد له حته وخلاص، مش مشكله. ما علينا. هنجيب بقى ايه، هنجيب بقى سكينه حلوه كده ونبتدي نقطع الجلاش بتاعنا زي ما انت عايزه تقطعيه قطع صغيره، عايزه تقطعيه على نصين، بس يعني هو ايه، انا قطعته على 3 قطع، يعني القطعه تبقى متوسط طولها حوالي 3 سنتي، من 3 ل 4 سنتي. تمام، هنقطعها على 3 بالشكل ده. اخر حاجة بقى هندهن وش الصينية بتاعتنا بشوية من السمنة البلدي كده علشان ندخلها بقى الفرن. التسوية هتكون على درجة حرارة 180. انا بسوي الجلاش على درجة حرارة تسوية الكيك، يعني شوفي الفرن بتاعك بتسوي عليه الكيك على درجة حرارة كام وسوي عليه صينية الجلاش بتاعتك. هتاخد ايه، هتاخد حوالي من نص ساعة ل35 او 40 دقيقة على حسب فرنك. تمام، هندخله الفرن ولما يطلع من الفرن هنبتدي بقى ننزل عليه بشربات تقيل بارد عشان يفضل مقرمش. اوعي تنزلي بالشربات سخن، الجلاش دايما يبقى سخن، الشربات يبقى تقيل وبارد. ليه؟ علشان يفضل مقرمش. هنسيبه بقى كده شوية 5 دقايق لحد لما يهدى، وبعد كده نقدمه في الأطباق بتاعتنا وبالهنا والشفا. لو وصلتي معايا لحد هنا وعجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، واشتركي في القناة علشان يوصلك جديد فيديوهاتي. قدمنا حاجة جديدة وسهلة ولذيذة وفي نفس الوقت اقتصادية، مش هتكلفك كتير وهتعجب ولادك وأسرتك. ممكن كمان تعمليها هدية معاكي لو رايحة تفطري مثلا بره عند حد، ممكن بقى تاخديها معاكي هدية كده وتحطيها في علبة شيك جدا جدا من عند مستلزمات الحلواني أو علب الأكل السريع دي، وتاخديها معاكي وبالهنا والشفا.